ورجعنا لكم تاني بقصقوصة جديدة من سلسلتنا قصقوصة من التاريخ. يلا بينا نشوف قصقوصة النهاردة. يلا على بركة الله نبدأ. سنة 1947 اتولد المخترع البريطاني جيمس دايسون. جيمس دايسون مخترع المكنسة الكهربائية. مفيش بيت حاليا بيخلو من المكنسة الكهربائية، وبالرغم من ان استخدام المكنسة سهل جدا، لكن اختراعها ما كانش سهل خالص. ممكن تكونوا حضراتكم سمعتوا عن المثل الشهير اللي بيقول ستفشل 99 مرة وستنجح في 100. لكن في الحقيقة دايسون فشل أكتر من كده بكتير. جيمس دايسون فشل 5126 مرة، وفي كل مرة بيفشل فيها كان بيزيد إصرار وتحدي على النجاح. وبعد 5126 محاولة استمرت على مدار 20 سنة، قدر دايسون إنه يخترع المكنسة الكهربائية عشان توصل ثروته النهاردة لمليارات الدولارات. اختراع المكنسة ممكن يكون مش مهم عند بعض الرجالة، وممكن يكونوا شايفين إنها كاختراع ما يستحقش الاهتمام ده، لكن كتير قوي من الستات بيدعوا للي اخترعها لأنها قد إيه سهلت عليهم عملية التنظيف وريحتهم. بعيدا عن المكنسة الكهربائية وعن جيمس دايسون اللي اخترعها، وتركيزا على مشكلة أزلية عند بعض الرجالة إنهم بيبصوا على عمل زوجاتهم كربات بيوت على إنه عمل بسيط وسهل، وفي بعض منهم بيبصوا على إن الزوجات ربات البيوت ما بيعملوش حاجة أصلا. لكن الحقيقة المؤكدة إن لو واحدة من ربات البيوت دول اتعطلت في يوم عن مهامها اليومية أو سابت الولاد لزوجها لمدة يوم واحد، هيكتشف هنا إن شغل البيت ده محتاج على الأقل ل4 رجالة يقوموا بيه. في يوم قريت منشور على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي كان نشره راجل بيحكي عن تجربته بإنه كان واحد من ضمن كتير من الرجالة اللي بيستهينوا بعمل زوجاتهم في البيت، وإنه قد إيه كان شايف إنهم مش بيتعبوا، وإن شغلهم في البيت ده ما يعتبرش شغل أساسا. وكان دايما كل ما زوجته تقوله إنها تعبانة من شغل البيت، فكان بيرد عليها برد مستفز جدا ويقول لها هو أنت بتعملي إيه أصلا عشان تتعبي؟ لحد ما في يوم قررت الزوجة إنها ما تعملش حاجة، ولما رجع الزوج من شغله اتفاجئ إن البيت عبارة عن ساحة حرب. الحوض مليان صحون، والغسيل على الأرض، والولاد منتظرين اللي هيذاكر لهم. لا، والأهم من كل ده إن ملقاش فيه غدا عمل. فافتكر إن في مصيبة حصلت، فسأل زوجته عن إيه اللي حصل، فردت عليه وقالت له مفيش حاجة حصلت غير إني بس قررت النهاردة إني ما أعملش الحاجة اللي أنت شايفها مش متعبة. دور الست خصوصا ربات البيوت دور عظيم جدا يا جماعة، ما ينفعش نهمشه ولا نقلل منه. دور ربة البيت كبير جدا ومؤثر على كل اللي عايشين في البيت. كل واحد مننا ليه دور، وكل واحد مننا دوره متعب. مفيش شغل على وجه الأرض مش متعب، ومفيش أي حاجة بتسعى إنك تعملها وهتقدر تعملها من غير تعب. في دراسات كتير أكدت إن وظيفة الأم ربة البيت هي وظيفة من أصعب الوظائف، ودي حقيقة لأننا لو ركزنا كويس هنكتشف إنها الوظيفة الوحيدة اللي ملهاش مرتب، وهنلاقي إن صاحبة الوظيفة دي ما ينفعش تقول لأ على حاجة ولا تعترض على أي حاجة. وظيفة ما فيهاش أجازات، وظيفة بتتهمش وما بيعترفش بيها. صاحبة الوظيفة دي دايما بتحس بعزلة اجتماعية. عوامل كتير قوي يا جماعة بتبين لنا قد إيه الوظيفة دي صعبة وكبيرة، وقد إيه دورها مؤثر ومفيد. ورسالة النهاردة لكل زوج شايف إن دور الزوجة ربة البيت هو دور بسيط، بقول له عذرا، وجهة نظرك غلط. دور الأم ربة البيت دور كبير ودور عظيم، والأهم من ده كله إنه له تأثير قوي في المجتمع. ورسالتي لكل زوجة سواء كانت ربة بيت أو بتشتغل بره البيت وبتقوم بالدورين مع بعض، بقول لها الأمومة مش حاجة سهلة. ركزي على الدور العظيم اللي بتقومي بيه، واعتزي بنفسك، واعرفي كويس إن الوظيفة اللي بتقومي بيها دي وظيفة من أعظم وأهم الوظائف على مر التاريخ. وهنا وصلنا لنهاية قصقوصة النهاردة.
لو القصقوصة عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنت، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يلا اشتركوا عشان نجيلكم تاني بقصقوصة جديدة. يلا سلام.